في مباراة نيس ولاتسيو في الدوري الأوروبي، في صورة لمحمد عبد المنعم إن هو كان قاعد على الدكة وزعلان يعني. فإخواتنا المصريين اللي هم بره جمهور الأهلي استلموه بالرسايل اللي هي ملهاش 30 لازمة. بسم الله ما شاء الله يعني. كان في رسايل بتقول ده ما ينفعش أصلا، هو آخره دكة، وده نفخ إعلامي على الفاضي من الإعلام المصري، ولاعب ما عندوش مستقبل، فاضل له شهرين ويرجع على سيراميكا. ومعلش، والتاني يتكلم ويقول لك ده ما بيعرفش اساسا، ويا ريته كان حاضر السوبر الافريقي، كان ناصر منسي حطاه في جيبه. ما هو الواحد، انا ما اتكلمتش على ماتش السوبر الافريقي لان ده اصلا من حقكم انتوا تفوزوا، والله العظيم من حق الزمالك ان هو يفوز. بعد كده مع لعب الزمالك ده كله وعدم لعب الاهلي والفريق واللعيبه اصلا ما لعبتش، اللعيبه اساسا ما كانتش في الملعب اساسا، مش موجوده. انت بتتكلم على قوه، ان انت انا لعبت، ما منعش انت لعبت بس ما فزتش. اللي بعد ما الماتش ده عشان الواحد دمه ما يتحركش اكتر من اللازم. محمد عبد المنعم في بدايه احترافه، واحد علق قال لك في بدايه احتراف احمد حجازي مع وست بروميتش لعب اساسي، وكان سجل هدف التعادل، او هدف مؤثر، كان هدف مؤثر يعني نسميه هدف مؤثر لوست بروميتش في الدوري الانجليزي اللي هو اعلى من الدوري الفرنسي. يا سيدي انا معاك. محمد عبد المنعم مع احترافه وكلامه يعني، ولعبه في كأس العالم للأندية، وفي أبطال أفريقيا، ولعب مع مصر مع بلجيكا، ولعب ضد الأوروجواي يعني لعب وعنده إمكانية، بس هي مشكلة في الفريق بتاعه، هي مش مشكلة، مش في محمد عبد المنعم، أو في المشكلة إن هو ما لعبش أو ما يعرفش يلعب. فبلاش الكلام اللي هو ملوش 30 لازمة، إن هو ده ما بيلعبش وده ما بيعرفش وده مش عارف ايه. عايز تقول كلام قول كلام حلو. مصطفى محمد زملكاوي باحترامه، واحنا نحترمه، ما خلاص هو ساب الزمالك وساب مصر. اي نعم، هو انتمائه للزمالك ماشي يا سيدي، هو انتمائه للزمالك خلاص، انا معاك. بس احنا بنشجع يعني، انا كاهلاوي بصراحه انا بحب مصطفى محمد باحترامه وادبه. ما في يعني فيها ايه مثلا ان انت لو تحترم اللاعب ده يعني. يا الكلمه يا اخي، الكلمه الحسنه صدقه، الكلمة الحسنة صدقة. اتكلم حلو، هات قول عليه ده ان شاء الله يعمل مباراة حلوة، او ينزل يا سيدي كبديل ويثبت نفسه ويثبت وجوده في الدوري ده. اي كلمة، اي كلمة يعني، ما لهاش لازمة الكلام اللي هو احباط احباط احباط. واساسا يعني الواحد مش عايز يتكلم، والله ما عايز يتكلم آه. هنقول ايه؟ بس ناس، انا اعوذ بالله والله العظيم، ناس ما لهمش غير الخسارة، اقسم بالله ما لهم غير الخسارة عشان ما تتكلمش تاني. هي الناس دي كده.